سلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. جهود لتطوير التنمية المروية في إقليم عنصبة. تدريب العمال في مصوى. إبادة الجراد الصحراوي في إقليم شمال البحر الأحمر. بكين تؤكد أن المحادثات مع واشنطن كانت صريحة وبناءة. الاتحاد الأوروبي يدعو أردوغان إلى العمل لخلق علاقة سليمة. بريطانيا تكشف عن أضخم خطة خارجية ودفاعية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنصبة أن حوالي 100 من البنية التحتية الزراعية المروية المشيدة في الإقليم تسهم في عملية تطوير التنمية الزراعية ورفع الإنتاج. وذكر مسؤول حماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية في المكتب السيد زرعي نور أن البنية التحتية المروية العشرين التي كانت قبل الاستغلال في كرن وعلاب رعيد وعتكليزان فقط أضيفت إليها في سنوات الاستغلال 80 بنية تحتية زراعية للري في جميع المديريات. وقال أن هذه البنية التحتية الزراعية تشمل السدود الصغيرة والحفائر والمجاري التحويلية لتنمية مساحة 2243 هكتار. وأشار المسؤول إلى اتخاذ مبادرات لبناء المدرجات والحواجز المائية الترابية والحجرية لمكافحة انجراف التربة والحد من الدمار الذي تحدثه السيول. ونوه لأهمية حماية التربة وحفظ المياه لرفع الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى بناء المدرجات في مساحة أكثر من 25,000 هكتار وإصلاح مساقط المياه في مساحة 154,000 هكتار ليرتفع بذلك الإنتاج الزراعي من 40 إلى 60%. وأفاد المكتب أن السدود الصغيرة تمتلئ سريعا بالطمي ويجب إصلاح مساقط المياه للحد من ذلك. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية ل 154 عاملا بينهم 44 امرأة من 42 مؤسسة في مركز تدريب العمال المهني بمدينة مصوى لفترة 7 أشهر في مجالات التقنية والإلكترونيات والكهرباء وأجهزة التسخين والتبريد والحدادة والنجارة. في مناسبة التخريج التي حضرها رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تخست بيره، قال نائب مدير مركز التدريب المهني للعمال المهندس أخليل أسمرم أن الكونفدرالية تقوم بدور مشهود لبناء القدرات البشرية الممنوحة الاهتمام الأكبر على مستوى البلاد، مؤكدا تحقيق مركز التدريب المهني للعمال في مصوى إنجازات ملموسة لتدريب العمال سنويا. وذكر أن مركز التدريب بدأ في 3 مجالات وتطور ليقدم التدريب حاليا في 7 مجالات بمعدات متطورة. وأشادت ممثلة المتدربين باهتمام المدرسين لنقل المعرفة والمتدربين لاكتساب المعرفة، مؤكدة أنه سيسهم كثيرا في الأنشطة التنموية. وقالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرا في ختام الدورة التدريبية، قالت أن العمل جاري بمنح الاهتمام الأكبر لتنمية القدرات البشرية وخاصة فئة الشباب لإحلال العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وأن التدريب المقدم من مركز التدريب المهني للعمال جزء من ذلك. وقدم في المناسبة عرضا بالفيديو لأنشطة المتدربين وعرضا لمنتجاتهم. ونظم مركز تدريب العمال في مصوى دورات تدريبية للعمال في مختلف مؤسسات إقليم شمال البحر الأحمر في 3 دفعات ل 462 عامل منذ العام 2017. أعلن منسق مكافحة الجراد في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيد قرزقهير أعلن الانتهاء بنجاح من الحملة المنفذة منذ شهر أغسطس 2020 لإبادة الجراد الصحراوي القادم من دول الجوار واليريقات التي خلفها.
وأوضح أن الاستعدادات المسبقة وتنسيق الإدارات وقوات الدفاع والمهنيين الزراعيين مكنت من السيطرة على أسراب الجراد التي كانت مختلفة دون إحداث أضرار تذكر في المزارع والمراعي. كما جرت حملة إبادة لليرقات التي خلفتها في مديريات قلعلو فرو وشعب وفعبد. وذكر عن ظهور أعداد كبيرة من يرقات الجراد في مناطق شعب الصحراوية لقدرة الجراد الواحدة من وضع نحو 300 بيضة، وقد تم السيطرة عليها نتيجة المتابعة والمراقبة الدائمة. وقال خبير وقاية النباتات في مديرية شعب السيد حسن جمع أن أسراب الجراد ظهرت بصورة متواصلة منذ شهر أغسطس 2020 في سهول حسمت ودربابو ووقيرو وقادم حليب، وجرى السيطرة عليها في وقت قصير لتجهيز المبيدات والمعدات والقدرات البشرية. وأوضح أن أنشطة المتابعة والمراقبة متواصلة رغم تدني إمكانية ظهور يرقات الجراد الجديدة في فصل المناخ الحار. قامت إدارة مديرية دبروة في 17 من مارس بتقييم تنفيذ برامج التنمية في عام 2020. وأوضح مدير المديرية السيد فرانجيل تخلى هيمانوت في التقرير المقدم حصد 82% من الأراضي المزروعة البالغة حوالي 24 ألف هكتار، وأن إنتاج المزارع الأخرى لم يكن كثيرا لشح الأمطار وأسباب أخرى. وأشار إلى توزيع قطع الأراضي السكنية المعروفة بالطيسة ل 344 مواطنا في قرى زاول وزعنتو وعد إيل وقعد. وتواصل البرنامج في قرى قبر جيلاي وعد واطوط وعد نهباي وعد قرد وعد حربو وكساد دعرو وعد بلح. وذكر بناء غرف انتظار الحوامل في عيادة عد فلسطي ووجود برنامج لغرف انتظار الحوامل في عد بزحنس. وأشار إلى القيام بأنشطة قوية لحماية التربة وحفظ المياه، وجرت الاستعدادات لمواصلتها هذه السنة. طالب المزارعون في فاطمة عري في مديرية فر الحصول على الإرشاد المهني الزراعي ودعم إدارة المديرية لرفع إنتاجهم الذي هو آخذ في الانخفاض. وأوضح المزارعون بأن تنمية البساتين بدأت عام 2010 بقدرات محدودة، وتطورت بعد ذلك نتيجة الدعم والتوجيه المهني، وتمت زراعة التمور والبرتقال بالشتول المقدمة من وزارة الزراعة، لكن الزراعة تضررت لازدياد ملوحة التربة. وأوضح مساعد مديرية ضاحية الربع حداس الحاج سعد برولي أن تنمية البساتين أظهرت تطورا كبيرا في وقت وجيز، لكن ازدياد ملوحة التربة حاليا أثر سلبا على الزراعة ويحتاج العمل لحل مهني وإداري. وذكر مسؤول الزراعة في المديرية السيد تسفيت ولد أن الإنتاج الزراعي في فاطمة عري انخفض بسبب ملوحة التربة. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. في تصريحات عقبت اختتام القمة الصينية الأمريكية التي أجريت في ألاسكا، كشف أرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي أن المحادثات كانت صريحة وبناءة ومفيدة مع واشنطن، لكن الخلافات قائمة. وأجريت المحادثات على مدى يومين في ألاسكا، وكانت قد شهدت جلستها الافتتاحية تبادلا للانتقادات الحادة بين الطرفين، في حين أكد دبلوماسيون أمريكيون أن أول محادثات جرت بين إدارة الرئيس جو بايدن والصين كانت صعبة ومباشرة، لكن مصالح القوتين تطابقت في بعض المجالات، وذلك في تصريحات أعقبت اختتام الاجتماعات. وبعد 3 جلسات قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الجانب الأمريكي كان صريحا بشأن قلقه حيال سلوك بكين تجاه هونغ كونغ وتايوان وفي مجال الفضاء الإلكتروني. دعت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خلق الظروف اللازمة لعلاقة سليمة مع الاتحاد الأوروبي.
جرى ذلك أثناء اللقاء عبر الفيديو جرى بين الطرفين على أن يناقش الزعماء الأوروبيون خلال قمة لاحقة المسألة التركية. وشددت فوندرلين وميشيل على أهمية خفض التصعيد المتواصل بين الطرفين وبناء الثقة لوضع أجندة أكثر إيجابية بين الطرفين حسب ما جاء في بيان صحفي صدر بعد المقابلة. من جهته شدد الرئيس التركي على أنه ينتظر النتائج الملموسة من القمة الأوروبية المقبلة، وطالب بإطلاق حوار على مستوى رفيع بحسب ما قاله مكتب الرئاسة التركي. وتوجد ملفات عدة عالقة بين الاتحاد الأوروبي والجانب التركي تخص دور أنقرة في ليبيا وأيضا قبرص والعلاقات التركية اليونانية. أماطت الحكومة البريطانية اللثام عن أهم تقرير في السياسة الخارجية والدفاعية في تاريخ البلاد، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية، في تقريرها الاستراتيجي الرامي لرسم الشكل الجديد للمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويظهر من خلال الوثيقة المكونة من 100 صفحة أن بريطانيا تريد استعادة جزء من تأثيرها العالمي بعيدا عن الاتحاد الأوروبي. وتمزج الرؤية الجديدة الممتدة على 10 سنوات بين تعزيز الحضور الدبلوماسي في العالم وخصوصا بآسيا وتقوية قدراتها العسكرية من خلال رفع الإنفاق العسكري والرفع من ترساناتها النووية وإنشاء جيش للحروب الرقمية. كذلك أعلنت الحكومة البريطانية زيادة عدد الرؤوس النووية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يرفع عدد الرؤوس النووية في ترسانة المملكة المتحدة من 180 إلى 260 صاروخا نوويا، وذلك لرفع من قوة الردع البريطانية في مواجهة المخاطر المتزايدة. قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة. وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة، حيث شهدت ما لا يقل عن 40,000 زلزال في الأسابيع الأخيرة. وأظهر صورة توهج السماء خلال الليل بلون أحمر. وقال المكتب لرويترز أن حركة الطيران من وإلى مطار كيفلافيك الدولي توقفت. وتسبب ثوران البركان بإنشاء منطقة حظر طيران في المنطقة، ونصح السكان والناس بالابتعاد عنها حيث تنير سماءها سحابة حمراء متوهجة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقيا تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.